يعني اتكلم على الاعلام المغربي وتصريحاتهم، وقال لك ان هو بيكن لهم كل الاحترام والتقدير، وقال لك بالتاكيد هناك بعض اللعيبه لهم الحق في الادلاء بالتصريحات، وليس هناك اي مشكله في هذا الامر بالنسبه لجماهير المغرب المتواجده. احب ان اشكر الجماهير شكر جزيل طبعا لمساندتها للجماهير المصريه، وتواجد الجماهير المغربيه ليس جديدا. نشعر بالراحه في وجود جمهور المغرب، وسعيد للغايه بالجماهير المصريه المتواجده، اشعر بسعاده غامره بسبب كوننا سببا في اسعادهم. واضاف كابتن حسام من الطبيعي وجود قلق في الشارع المصري، لانهم يرغبون في رؤيه الفوز ونسعى لاسعادهم، وهو امر بالنسبه لي يعني ان الجميع جاهز وحراس المرمى جاهزين وفي مميزات اضافيه، والجميع في مستويات متقاربه، ولدي ثقه في اختياراتي وكل اللعيبه في مستوى كلهم في مستوى واحد بالنسبه ليا. وبيسالوا عن اداء الشناوي ومحمد صلاح اللي احنا شفناه، قال لك ظهروا بشكل جيد، لكن خلاص ابتدت بقى ايه يعني حرب بقى التصريحات بقى، يعني خلاص دخلنا في يعني كاس الامم هي مراحل. الجوله الاولى خلصت، كل الفرق شافت بعضها والمنتخبات شافت بعضها، ركز معايا يا كابتن طبعا بقى الامور واضحه، وانا شايف ان البطوله دي مش هتخرج بره الاربع فرق العربيه، مش هتخرج بره مصر، المغرب، تونس، الجزائر، السنغال لا ممكن الوحيده اللي رشحها تخش معاه بالظبط. هي السنغال. شكرا نقطه من اول السطر. يعني المنتخب الوحيد اللي يخش مع الاربعه هو منتخب السنغال كويس. بس. فالامور ابتدت توضح بلغه الكوره، لكن في بقى وانت ماشي ظروف ومعطيات أيوة. وحاجات ومطبات وضربات جزاء وحظ وتوفيق وكل حاجه. اتفضل، انا حكيت لك كل حاجه. انت قلت كل حاجه، طب احنا نقول ايه بقى؟ خلاص حكيت لك كل حاجه. لا بص، هي المشكله في حاجه. أيوة. احنا ان شاء الله هنعدي الدور ده ان شاء الله باذن الله. بس ايوه بس ديت طيب. خلاص. اللي ان هي انا هي اول ولا تاني؟ ان انا اطلع لا اول هتفرق كتير، او تاني هتفرق معايا كتير جدا. صح. بدل ما اطلع ثالث مجموعه. بس انا اقول لك حاجه قول. والله بجد، هيطلع اول. لا سيبك من كده. يعني كله يقول لك اطلع اول عشان ما اقابلش المغرب في النهائي، صح صح. صح. لا انا مش اللي عايز ياخد مين جاب بطوله لا مين ما هو قال كده، الكلام؟ ما هو الاول ليه؟ ايوه مين قال ان احنا مش عايزين نقابل المغرب؟ لا نقابل المغرب. لا نقابلها. انا بقى ما قابلش المغرب في النهائي، انا قابلها في دور الثمانيه. ايا كان لا مش قابلها في اي وقت وخلاص. احنا عندنا خريطه. انت لو طلعت اول طريقك مع المغرب في النهائي، لو طلعت تاني طريقك مع المغرب في دور الثمانيه. ومين قال ان المغرب هيكمل؟ المغرب مش هيكمل. ليه بنجزم بكده؟ صح، ليه؟ ممكن المغرب يطلع وممكن مصر تطلع بالظبط، وممكن الجزائر تطلع. بس عندها جيل مميز جدا لا انه حول ولا تلعب قوة. على ارضها وسط جمهورها. ما هي اول مباراه برضو ما كانوش على المستوى. أيوة. لازم نكون متفقين يعني. لكن لكن انا بس وجهه نظري اللي عايز اوصلها لك يا كابتن مصطفى، لا عشان النهائي هيبقى صعب علينا. لا ما لعبش في النهائي مع المغرب. لا يا رب بس نوصل انا العب دور للنهائي. الثمانيه مع المغرب. مهم يا اللي عايز رب يكسب إيه؟ بطوله يا رب نوصل للنهائي. يعني احنا أنا قلت وصلنا لك إيه؟ انا بدعي يا ربنا. ريت نوصل للنهائي ونلعب المغرب نلعب طب انت تقابل المغرب في النهائي ولا دور الثمانيه؟ سؤال. لا دور الثمانيه الفاينل هيبقى صعب، ال 90 مليون هيبقوا معاهم. بس خلاص هات دور الثمانيه ولا النهائي؟ مع المغرب في النهائي. في النهائي تقابلها في النهائي احسن. دور الثمانيه ولا النهائي؟ قابلها في اي وقت. ايوه مش فارق النهائي معايا. ولا دور الثمانيه؟ أفضل. ايهما افضل؟ ايهما افضل؟ ايهما افضل بالنسبه لنا دور الثمانيه. دور الثمانيه بس. انت ده وجهه نظري المتواضعه. اللي عايز ياخد بطوله لازم يكسب الناس كلها ولازم يلعب الناس كلها. بس نوصل بس يا جماعه. نوصل بس كده، نخلص من الماتش بكره، بعد كده يحلها ربنا، نقول بقى ايه اللي هيحصل. يبقى انت كده ضمنت الصعود للدور